السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لملومة. كل سنة وانتوا طيبين ويا رب دايما متجمعين ومع بعض في كل رمضان وأول يوم رمضان. أسفة إني أنا بنزل لكم الفيديو ده تاني يوم رمضان، لكن والله انتوا عارفين بقى أنا كان عندي ضيوف وكده فما لحقتش أنزل لكم الفيديو. النهارده بقى هنجهز مع بعض فطار اول يوم رمضان يا جماعه. النهارده الفطار بتاعي انا غيرت بقى السنه دي عن المألوف في البط والفراخ والمش عارفه ايه. انا عملت النهارده الفراخ مشويه بالزعتر، وعملت معاها حمام محشي رز وطاجن فريك وكفته فراخ، وعملت كمان رقاق بخلطه السجق. حلوه جدا الطريقه بتاعت الرقاق، هتعجبكم قوي، يا ريت تجربوها. هنا اول حاجه زي ما انتم شايفين هبتدي اغسل الفراخ بتاعتي كويس قوي واتخلص من السلسله بتاعت الظهر. على فكره علشان تضمني ان الفراخ بتاعتك ما فيهاش اي ريحه زفاره، شيلي السلسله بتاعت الظهر، لان الزفاره كلها بتبقى متجمعه في الجزء بتاع السلسله، والجزء اللي في الفرخه بصوا من تحت خالص اللي انا بقصقصه ده. تمام. طيب انا هنا بقصقص الظهر بتاع الفرخه علشان اشيل السلسله كده تطلع بالطول مره واحده، اتخلص منها وارميها، وابتدي بقى اغسل الفراخ بتاعتي بقى الغسله المحترمه بقى، غسله كويسه جدا. وعلى فكره ما بتاخدش مني مجهود، ليه؟ لان انا اتخلصت من اكتر جزء بيبقى شايل ريحه الزفاره. هغسل الفراخ كويس قوي زي ما انتم شايفين كده واحطها في صينيه على جنب، وبعدين اكمل باقي الخطوات بتاعتنا. آه وعايزه اقول لكم بقى قبل ما اكمل باقي الخطوات، انا حابه اعتذر لكم يا جماعه عن تاخيري في نشر الفيديوهات. انا والله معايا فيديوهات ما نشرتهاش لاني حاسه ان هي خلاص مش وقتها. يعني انا معايا الفيديو بتاع تنظيف الشقه قبل رمضان، ومعايا كمان فيديو بتاع تحدي الخير وشنط الخير بتاعت رمضان، لكن للأسف الشديد أنا ما لحقتش أنشرهم لأني أنا بجد كنت مشغولة جدا الفترة اللي عدت في حاجات كتير قوي بقى. يعني سواء كنت بصور المسلسل بتاع هريدي وسعدية، وكنت بكمل بقية حاجة رمضان بتاعتي، يعني ربنا المستعان بجد. أنا يعني كنت مفرومة الفترة اللي عدت دي، فسامحوني معلش. هنا بعد ما خلصت غسيل الفراخ بتاعتي هبتدي بقى انقعها في المحلول الشهير بتاعنا، ملح وليمون وجنزبيل. في المية بقى هغطيها بالمية واحط ليمون وجنزبيل وشوية ملح، وهسيبهم بقى كده ربع ساعة على الأقل، وبعدين ابتدي اشطفها. اهو الليمون، هغسل الليمون الاول لان انا بحط القشر كمان بتاع الليمون في المية. تمام. ما تنسوش يا جماعة تقولولي ايه رأيكم في المسلسل بتاع هريدي وسعدية، يا ترى عجبكم ولا لأ؟ بجد انا عاملاه عشان خاطركم لان طلب مني كتير قوي. الخلطة بتاعت الفراخ هنا عبارة عن زبادي بلدي، ومعايا هنا فلفل اخضر حراق، وكمان بصل وطماطم، وطبعا الكمية بتاعت الخضار على حسب كمية الفراخ اللي انتي هتتبليها. انا هنا الكمية اللي انتوا شايفينها دي تبلت لي 4 فرخات، فانتي بقى لو هتتبلي فرخة واحدة اكيد هتقللي يعني. معايا كمان فصوص توم هحطها عشان تتخلط معاهم، ومعايا الليمون اهو هعصره عليهم. ايوه، على فكرة الليمون بيدي مزازة حلوة قوي للخلطة دي. كمان بقى احنا هنا معتمدين على طعم الزعتر في الموضوع. يعني بصوا هنا الملح وشوية خل، وكمان بقى الزعتر هزود الزعتر شوية مع حبة سماق. بصوا كان عاطي مزازة كده رهيبة للخلطة دي وريحة تحفة. فلفل اسود طبعا وشوية قرفة وتوم باودر وبصل باودر، البهارات بتاعتنا بقى الجميلة اللي بتدي التتبيلة طعم رائع. هخلط بقى كل المقادير، وهبتدي اطلع الفراخ من المية واشطفها تحت الحنفية واسيبها في المصفى تتصفى كويس قوي. مش عايزة بقى مية كتير انا بقى في التتبيلة خلاص، فهسيبها تتصفى كده حوالي 10 دقايق وتنزل المية اللي فيها كلها، وبعدين ابتدي اشتغل فيها. اهو ادي الفرخة الاخيرة.
طبعا عايزه اقول لكم ان انا اول باول بقى وانا واقفه ايدي في المكان، يعني يا دوب اهو شطفت الفراخ وهسيبها على جنب، هبتدي اغسل البوله علشان اشتغل فيها. غسلت البوله بتاعتي وبعدين هبتدي انزل عليها بالخلطه اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. هتبلها كويس قوي بقى ما بين الجلد، طبعا هنزل الزوايد اللي هي بتبقى في الغطا. وبعدين هبتدي انزل بقى بالخلطه على الفراخ بقى وادعكها كويس قوي وما بين الجلد وما بين الوراك. وبصوا اهم حاجة ان انتي توصلي الخلطة دي لكل جزء في الفرخة، هتفرق كتير جدا. طبعا انا الفراخ دي متبلاها قبل السحور بيومين، يعني قبل السحور بالظبط بليلتين. خلاص، كل ما تقعد في التتبيلة كل ما كان افضل واحسن. اولا الزبادي بيديها طراوه حلوه قوي، بتبقى طريه وجميله مش بتنشف. وكمان البهارات دي بتديها طعم حلو قوي. هكمل الكميه بتاعت الفراخ بالشكل ده، وباقي التتبيله اللي هتزيد مني هحطها في كيس، وهحط الفراخ كل فرخه في كيس وهحطهم في الفريزر. ولما اجي استخدمهم هطلعهم قبلها يفكوا، وبعدين نسويهم وهنشوف التسويه عامله ازاي. طيب انا كده تبلت الفراخ بتاعتي كلها، وهبتدي زي ما قلت لكم اشيلها بقى في اكياس على جنب، وبقيه التتبيله برضو مش هتخلص منها، هشيلها معايا لان انا هعوزها وقت التسويه. طيب خلاص اهو كل فرخه في كيس. النظام حلو، وكمان التحضيرات دي قبل اي عزومه بتسهل عليكي كتير قوي. عايزاكم تقولولي رأيكم لو حابين الفيديوهات اللي انا صورتها وما نزلتهاش، لو حابين تشوفوها انا ممكن انزل لكم فيديو على مدار الايام الجاية دي بالنهار، يعني ممكن على بعد العصر كده او قبل العصر انزل لكم كل يوم فيديو، علشان تبقوا برضو متابعين معايا الفترة اللي عدت دي كان فيها ايه. هنا الحمام بعد ما غسلته حطيته في مية، وهحط عليه ليمون وهسيبه 10 دقايق، وبعدين هشطفه واصفيه. وبرضو اشيل الحمام في الاكياس متنضف على الحشو بس، يعني يدوب يطلع يتحشي ويستوي. انا ما بحبش اشيله محشي لاني بحس ان الحشوة عجنت، فعلشان كده انا الحمام يدوب بحب اغسله بس، لكن احشيه وقت ما هسويه. دي الكبد والقوانص كلها بعد ما اتغسلت واتنقعت برضو حطيتها، بعد ما صفيتها كمان حطيتها كلها في كيس، وهشيلهم كلهم بقى في الفريزر. دي بقى يا جماعة الصدور بتاعت الفراخ، انا بحب اجيبها الفصوص دي كده، هغسلها وانقعها علشان دي هفرمها واعمل منها كفتة. كفتة الفراخ بالطريقة اللي انا هعملها دي بتبقى لذيذة وخفيفة جدا، وخصوصا ان انتي عاملة المنيو بتاعك حمام، فياريت لما تيجي تعملي منيو عزومة لازم الاكل يبقى ماشي مع بعضه ويبقى فيه تناسق، يعني فاهمين؟ يعني ما بقاش انا عاملة فراخ واروح اعمل كفتة لحمة، ما بقاش انا عاملة ديك رومي واروح اعمل مش عارفة يعني لحم احمر معاه. يعني عاملة حمام، يعني خلاص كملي بقى الدنيا فراخ، يعني خلاص يعني احنا في الطيور دلوقتي، يبقى كملي الدنيا بقى طيور خلاص. انا عملت الفراخ المشوية بالزعتر دي ومعاها الحمام، وما كترتش في الحمام، يعني عملت على العدد وزودت بس كام واحدة بحيث ان لو حد عايز تاني، والباقي كان فراخ بحيث ان انا عارفة ده صيام ومفيش حد بياكل كتير، وكل واحد يدوب اخد واحدة وما قدرش حتى يكمل بحاجة تانية. ولكن احنا اتفقنا ان احنا مش بنرمي اكل، احنا تاني يوم اللي هو النهاردة اللي انا بسجل لكم في الفيديو ده دلوقتي، عايزه اقول لكم ان احنا فطرنا الحمد لله ببواقي الاكل بتاعت اول يوم. طبعا انتوا عارفين انا بشيل الاكل ازاي وبحتفظ بيه في التلاجة كاني لسه عاملاه حالا، يعني بيطلع في الميكرويف يتسخن كاني لسه طبخاه، يعني الحمد لله مفيش اكل بيترمي، يعني اللي زاد مني امبارح اكلته النهارده. تمام كده. هنا بقى هنبتدي نجهز الخلطة او الحشوة بتاعت الحمام. حطيت معلقة سمنة ومعاها شوية زيت، هنا زودت السمنة لقيتها شوية، وحطيت هنا ورق لورا وفصين حبهان، وبدأت اشوحهم مع بعض كلهم مع الكبد والقوانص. انا مقطعة القوانص صغنن بحيث ان انا عاملة حساب للتسوية. هنا بقى هبتدي اقلب الكبد والقوانص، اديها صدمه كده على نار عاليه. وطبعا نار عاليه هنا ليه؟ علشان
يعني الكبد والقوانص ما تفقدش السوائل بتاعتها، تنزل السوائل فهتنشف. فكل ما تشتغلي على نار عالية في الاول كل ما بقى افضل بكتير. الكلام ده قيسيه بقى على كل حاجة، كبد وقوانص وفراخ ولحمة وكل حاجة. نار عالية في الاول وبعد كده تهدي النار بقى عند السوا يعني. هنا بقى حطيت شوية من الفلفل الاسود وسبتهم بقى مع بعض كده على النار ياخدوا ويدوا مع بعض كده لغاية ما حسيت ان الكبد والقوانص بتاعتي خلاص اخدت تشويحة حلوة ولونها غير. تمام، انتوا شايفين اهو البصل اللي انا فرمته من شوية معاكم سايباه اهو على جنب، علشان دلوقتي بعد ما ادي التقليبة دي هبتدي انزل بالبصل. البصل بتاعي انا اخترت النهارده معايا بصل ابيض لان انا محتاجه البصل يبقى طري وفيه ميه. ادي كميه البصل نزلت بيها على الكبد والقوانص، هبتدي اشوح بقى شويه كده وهسيبهم بقى، ههدي النار واسيبهم بقى مع بعض. البصل ينزل ميته، الميه اللي هتنزل من الكبد والقوانص كله سوا بعضه في بعضه. فاكرين الفلفل اللي احنا خزناه مع بعض اهو، شايفين نفع النهارده ازاي؟ جبت من الفريزر كيس الفلفل وبدأت أكسر منه كده حبة حبة وخدت الكمية اللي أنا محتاجاها. طبعا الفلفل هنا بيدي طعم تحفة. عايزة أقول لكم أنا كنت بحشي الحمام دايما بالفريك، ولادي بعد ما دقوا الخلطة دي قالوا لي مش عايزين فريك تاني. طيب هنا بقى نزلت بحوالي كوباية جزر مبشور وهقلبهم بقى كلهم كده مع بعض. وبعد ما الخليط ده كله يمتزج مع بعضه هاخد شوية من الكبد والقوانص دي في حلة كده على جنب عشان هنشوف هنعمل بيها ايه. الباقي بقى ده هنبتدي نحط عليه الرز، رز مصري مغسول ومتصفي عادي جدا. هشوح بقى الرز كده تشويحتين او تقليبتين مع الخليط ده كله، وهبتدي ابهره جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، وكمان سنة قرفة، وشوية من الكمون، وشوية بابريكا، بفتكر اهو انا شغالة معاكم، توم وبصل بودر. تمام، هدي بقى تقليبة حلوة كده. الملح طبعا مش هننسى الملح. هنقلب بقى الدنيا دي كده مع بعضها. ايوه، تشويحة حلوة اهم حاجة، بس ايه، قلبي حلو. طيب بعد التقليب ده كله هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى ننزل بحوالي كوبايتين مية سخنة من الكتل علشان نسوي رز. طبعا مش هنغطيه بالمية لان احنا مش عايزين تسوية كاملة، احنا عايزين نص تسوية، لان لو سويتيه تسوية كاملة اللهم انه عجن في الحمام. احنا عايزينه يبقى مفرفر كده وجميل زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. بصوا الرز بتاعي كده كفاية عليه قوي كده، نص سوا ومفلفل ومفرفر وجميل مش معجن في بعضه. هنا بقى هبتدي افرم شوية من البصل. تمام، واحطهم كده على جنب وهصفيهم كويس جدا من المية بتاعتهم. مش عايزة المية، انا عايزة التفل بس بتاع البصل. هصفي كويس اهو، بصوا طلع مية قد ايه. وهبتدي اقطع صدور الفراخ علشان نجهز الكفتة. طبعا الكلام ده كله انا كنت بجهزه بقى ليلة السحور، يعني الفراخ اتغسلت هي والحمام والصدور دي اتغسلوا قبل ليلة السحور بليلتين. وليلة السحور بقى نفسها الحاج هنا كان واقف يعمل قهوة غالبا، يعني انا افتكرتش لما شفت دراعه افتكرت. خلاص يا جماعة، وبعدين زي ما بقول لكم كده بجهز بقى الحاجات اللي بتاخد وقت ليلة السحور. خلاص يعني الكفتة دي انا جهزتها ليلة السحور، الحمام حشيته ليلة السحور، فاهمين؟ بعد ما فرمت الفراخ كويس هنزل عليها بالبيض، والكلام ده على حسب برضو البيض، يعني كمية البيض على حسب كمية الفراخ. انا هنا عاملة كمية فراخ ما شاء الله كتير، فعشان كده حطيت لها 3 بيضات، وحطيت لها حوالي كوباية بقسماط او كوباية الا ربع بقسماط مطحون. وهنا بشرت عليها شوية جوز الطيب، والبهارات بقى بتاعتي ملح وفلفل اسود، سنة قرفة، بهارات فراخ. تمام، سنة بابريكا كمان قلت عشان تدي لون حلو كده وردي.
بعد بقى ما حطيت كل البهارات بتاعتي وبهرتها، هنزل بالتفل البصل، وهبتدي بقى اعجن الفراخ بتاعتي كويس قوي. بصوا ماسكه نفسها ازاي، البقسماط هو اللي بيخليها تمسك نفسها كده. ووزن الدنيا بقى، يعني البقسماط، يعني مثلا لو انتي بتعملي نص كيلو فراخ هتحطي عليهم معلقتين بقسماط، وقيسي بقى على باقي المقادير اللي انا بقولها، يعني لو كيلو هتحطي 4 معالق وهكذا. هسيب بقى الكفتة كده في التلاجة، وبعدين نبقى نصبعها بقى مع بعض. هنا بقى هنبتدي، هنا بعد الرز ما برد خالص هبتدي احشي الحمام. كل اللي انتوا شايفينه ده ليلة السحور، بجهزه من ليلة السحور بالليل. شايفين انا بحشي الحمام بالطريقة دي، اللي انا بحط الكمية في البطن وبزق بصبعي الكبير على الرقبة، بالتالي الرز يطلع على الرقبة وما كبسش قوي. ليه؟ علشان ما يفرقعش مني في المية او في الشوربة. خلاص. طيب هحط كمية مناسبة من الحشوة، وبعدين هكتف الحمام بالشكل ده. هنا بقى امل اختي كانت واقفة بتساعدني. انتوا عارفين امل بتبقى عندي من ليلة السحور، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة، وربنا ما يقطع لناش عادة يا رب، ويا رب دايما كده مع بعض. والنهاردة بقى اول يوم رمضان، صحينا الصبح بدري انا وهي برضو، وكملت بقى هنا قعدت اصبع الكفتة بتاعتي. وبعد ما خلصت كمية الكفتة اللي انا صبعتها، هي بقى خدتها مني، امل خدتهم مني وكملت لي هي بقية التشكيل بتاع الكفتة. الكفتة بقى المرة دي انا سويتها او شويتها في الاير فراير. الجهاز اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الاير فراير، الولاد جابوه لي هدية عيد الام، فكنت فرحانة بيه قوي. قلت لهم ده انا هسوي فيه بقى الكفتة. بجد هوريكم طلعها شكلها ايه، تحفة 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 بجد. ربنا يخليهم ليا يا رب، من الحاجات اللي عجبتني جدا لما جبتها، وخصوصا الحجم ده بقى ممتاز لو انت دايما عندك عزايم، او لو انتوا اسرة ما شاء الله عددكم كبير. هنا حد من العيال كان بيعاكسني، عمل لي حاجة، شايفين الزغرة، اسد. وبعدين بقى عايزه اكمل لكم. سويت فيها حاجات كتير، عملت فيها بطاطس، عملت فيها ناجتس، عملت فيها الكفته اللي انا بعملها دي دلوقتي سويتها فيها. حمرت فيها الحمام. على فكره هي بجد بجد ممتازه، وخصوصا ان هي ما بتاخدش دهون، ما فيهاش يعني مش بتعملي الحاجه بالزيت، بتعتمدي على الدهون اللي موجودة في الحاجة نفسها، او لو حاجة ما فيهاش زيوت خالص بترشي رشتين بس بالبخاخة. هنا بقى هبتدي اسوي الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت مطلعاها قبلها بيوم وسبتها في رف التلاجة من تحت، ودلوقتي هبتدي اطلع الفراخ اهو، هرصها في الصاجة بتاعة الفرن واغطيها بورق فويل عشان اضمن ان هي تستوي كويس. هفك الفراخ كلها اللي انا تبلتها معاكم. مش عارفه امل هنا كانت بتدور على ايه، بتدور على ايه يا ست، بتجيب بوله عشان ايه مش فاكره. المهم يعني زي ما انتوا شايفين الفراخ هرصها كده بالمنظر ده. وهنا عشان الجزء ده ما خدش فرخه كامله قسمتها على نصين. هنا بقى بفك الكيس اللي فيه باقي الخلطه، فاكرينه؟ اهي الخلطه بتاعتي اهي، التتبيله اللي احنا شلنا بقيتها في الفريزر. هبتدي احط باقي التتبيله بالشكل ده كده على الفراخ، وبعدين هغطيها كويس. ايوه امل كانت هنا بتقطع لي البنجر. هرش الاول رشه بابريكا فوق الوش، لاني البابريكا بقى في التحمير بتدي وش تحفه، بتدي لون بقى ممتاز. هرش البابريكا بتاعتي كده فوق وش الفراخ، وبعدين هغطيها كويس بورق الفويل وادخلها على درجه حراره عاليه. اول درجة في تحت في الفرن، اول رف تحت خالص، يعني تبقى مش لازقة في الصاجة، لا ارفعيها مستوى واحد بس. هنا بقى هبتدي اجهز الخلطة بتاعة الرقاق. وطبعا رقاق يعني امل، وامل يعني رقاق، طول ما امل موجودة لازم هي اللي تعمل لي الرقاق. هنا بقى قلت لها هجهز لك الخلطة وانتي بقى ايه اعملي لنا صينية الرقاق. قطعت البصل كده جوانح، وبعدين قطعت الصدوق مكعبات كده او دوائر زي ما شفتوا، وحدي البصل بتاعي
تشويحة يعني مش عايزاه ياخد لون، أنا يا دوب بس عايزاه يدبل، يا دوب أول البصل ما يدبل هبتدي أنزل بالسجق. على فكرة مصر احنا الاسكندرانية بنقول عليه صدق، القهرويين بقى بيقولوا سجق، فكلاهما يعني احنا في كلام كتير قوي مختلف عنكم يعني، بس في النهاية ايه المقصود واحد، زي جمعة واستيكة، مشروع ميكروباص وحاجات كتير بقى. هنا بقى هنزل بشوية الفلفل الألوان اللي احنا خزناهم مع بعض، كل شوية اقول لكم اللي احنا خزناهم مع بعض عشان في ناس ما بتقتنعش بالكلام ده. بصوا بينفع ازاي وقت الزنقات، بسرعة بسرعة كان زماني لسه واقفة اقطع فلفل واغسله، طب وليه ما هو جاهز اهو. بس بقى اول ما تيجي تستخدميه تاخديه متجمد، اوعي تسيبيه يفك عشان ما هيتلاقيه بقى عمل ميه كده وهيبقى مش ظريف خالص. الحمام بقى هسويه في الحله البروست بتاعتي بقى، ايه اللهلوبه بتاعتي، صديقتي في الازمات، ايدي اليمين بجد. حطيت الحمام زي ما انتوا شايفين كده، هحط عليه بقى البهارات بتاعت الشوربة، ملح وفلفل اسود، بصلة مقطعة 4، طماطماية مقطعة 4، قرن فلفل حراق، توم باودر، بصل باودر، حبهان ومستكة، ورق لورا، وكمان هنحط معاهم اللهم صل على رسول الله، هنحط معاهم ايه، انا كنت عايزه اقول لكم هحط معاهم حاجه كمان ونسيت دلوقتي افتكر. هنزل بقى بكتل كامل مليته ميه سخنه بتغلي، لازم تحطي ميه سخنه بتغلي واغطيه واعلي النار في الاول لغايه ما تغلي وبعدين اهدي النار خالص. الحمام في الحله دي بالظبط بياخد من 10 ل 12 دقيقه، مش ازيد من كده. جربت مره اسيبه ربع ساعه طلعته مهري، فهو اخره 10 دقايق. هنا الخلطه بتاعتي جهزت واديتها الامل بقى تظبط لي صينيه الرقاق. وهنا بقى فاكرين شويه الخلطه بتاعت الكبد والقوانص اللي انا سبتها اهم، هعمل بيهم طاجن فريك. اخدت الحشوه واديتها تشويحه على النار تاني، ونزلت عليها بكيس من الفريك. انا النهارده بستخدم فريك الضحى. غسلت الفريك ونقعته نص ساعة وبعدين صفيته كويس من المية وشوحته كده تشويحتين مع الخليط، ونزلت عليه بالمية السخنة اللي بتغلي، وبعدين حطيت معاه فصين توم، بس التوم ما يتشوحش، التوم ينزل كده اخضر. خلاص هديله الكمية بتاعت المية، مش عايزاه يستوي تمام السوا على البوتاجاز، انا عايزاه هيخش الفرن. فاهمين؟ بصوا شكل الكفتة هنا بعد ما طلعتها من الاير فراير، بس الدور ده يعني اتحمش مني شوية، لكن الدور اللي وراه كان طالع وردي وجميل جدا بجد، تحفة عجباني قوي. هنا بقى هحط كمية الفريك بتاعتي في الطاجن، وهحط شوية من الشطة لاني هما طالبينه حراق. طبعا طاجن الفريك بتاعي عايزه اقول لكم بقى اللي بيطلب مني بالتحديد كده، اعملي لنا طاجن الفريك المشهور بتاعك. المهم يا جماعه حطيت كمان شويه ميه برضو من الكتل، اي ميه عايزه تزوديها اعرفي ان لازم تزوديها من الكتل. هغطي بقى الفريك بتاعي وادخله على الفرن، هو ما خدش ازيد من ربع ساعه على فكره. وادي الفراخ بصوا بعد ما طلعت. هنا امل بقى واقفه تجهز لي صينيه الرقاق، وطبعا انتوا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا الرقاق، انا بس النهارده حبيت اصور لكم الخلطه لان الخلطه هي الجديد معانا المره دي، يعني كل مره الرقاق يعني لحمه مفرومه او عصاج، يعني المره دي انا عملت العصاج بتاعي بس بطريقه مختلفه شويه. جربوه هتلاقوه، بصوا عايزه اقول لكم يعني اللي بياخد حته عايز ياخد تاني من كتر ما هو مش تقيل على المعده. وحطت كمان في النص، بصوا هنا الحمام بعد ما اتحمر في الاير فراير برضو، عايزه اقول لكم ان هي حطت مع الرقاق في النص جبنه موتزاريلا كمان، يعني مع الخلطه بتاعت السجق حطت جبنه موتزاريلا، بجد كان طعمه رائع. تسلم ايدك يا امل، بجد كان فظيع، كان حلو قوي. شايفين؟ هنا بقى ببتدي ارص الصواني بتاعتي علشان تطلع. هنا الحاج عمل لنا طبق القطايف الشهير، القطايف بالعسل بتاعت كل سنه، بس للاسف هم صوروه، انا ما خدتش بالي ان هو ما صورش الطريقه. يعني انتوا شفتوا الطريقه معايا في السنين اللي عدت، بس انا برضو كل سنه بحب اصورها لكم، لما يعملها لنا تاني بكره ان شاء الله هصورها لكم.
بس هو هنا كان خلاص عملها. هنا بقى أنا بابتدي أجهّز باقطّع صينية الرقاق فرحان بنفسه عمل لنا صينية القطايف. هنا بقى أنا غرفت والبنات خدوا مني وطلعوا برّه على السفرة، زي ما أنتم شايفين آدي شكل الفراخ وآدي الحمام وآدي الكفتة وآدي الرقاق وآدي الملوخية والبنجر كمان، وكانت سفرة جميلة. يا رب دايمًا حبايبي معايا ومتجمعين، وربنا ما يقطعلناش عادة يا رب، ودايمًا مع بعض متجمعين أول يوم رمضان، وأشوفكم في إفطار جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.